مهزلة بكل المقاييس. بقيت أشوف الحالات اللي بتابعها، أطفال ومراهقين بقوا بيعانوا من أمراض كانت زمان بتظهر في الكبار بس: سمنة، سكر من النوع التاني، أمراض قلب وشرايين، ضغط، كوليسترول عالي. وده مش كلامي، دي الحقيقة اللي اثبتتها الدراسات الحديثة. تقرير من اليونيسف سنة 2024، يعني دراسة حديثة، قال إن لأول مرة في التاريخ عدد الأطفال اللي بيعانوا من السمنة بقى أكبر بكتير جدا من الأطفال اللي بيعانوا من نقص التغذية اللي بيؤدي للنحافة أو نزول الوزن. كمان دراسة في أسبانيا لقوا إن كل السناكس اللي بياخدوها الأطفال غير صحية على الإطلاق، تحتوي على السكر الأبيض والدقيق الأبيض والألوان الصناعية والدهون الغير صحية، وده بيسبب الإصابة بأمراض القلب والمناعة في سن مبكر جدا. حتى عندنا في مصر اتعملت دراسة على الأطفال من سن ال5 ل10 سنين، وضحت إن نسبة السمنة وتسوس الأسنان زادت بشكل مقلق جدا في الأطفال بسبب العادات الغذائية الخاطئة وقلة الحركة. وحسب تقرير ال WHO منظمة الصحة العالمية، تقرير رسمي بيعلن تصنيف الالترا بروسيسد فود، اللحوم المصنعة، إنها كارسينوجينيك، أي مسببة للسرطان وخاصة سرطان القولون، وإن استهلاك 50 جرام بس من اللحوم المعالجة زي السوسيس واللانشون والهوت دوج يوميا بيزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%. الأرقام مرعبة يا جماعة. عشان كده أنا فكرت أعمل الصفحة دي، والحقيقة هي مبادرة أكتر من هي صفحة: Children Without Cancer، أطفال بدون سرطان. والحقيقه بالتجربه والتعامل مع الايدج جروب دي اللي هي الاطفال والمراهقين، لقيت ان التعامل معاهم بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه، دكتور التغذيه، الدايت بلان او كده، مش بيجيب نتيجه، بل بالعكس بياخدوا الكلام ومش بينفذوه. خاصه ان التشالنج اللي احنا بنشوفه من التاثير على المينتاليتي بتاعتهم، من الماركتنج للجانك فود والفاست فود والسويتس والانهيلثي سناكس، سواء بالالوان الجذابه، بالفليفرز اللي طعمها حلو جدا، الاوفرز اللي بتتعمل. كل ده هو تاثير اندايركت بيأثر على منتاليتي الاطفال بشكل لا واعي. فزي ما هم بيتعاملوا بالشكل ده مع دماغ اطفالنا وبيجذبوهم للغلط بشكل غير واعي، فانا كمان قررت اشتغل على دماغهم بشكل غير واعي، واديهم واجذبهم للهيلثي لايف ستايل بطريقه كرييتيف حبتين. ويلا بقى نشوف مين فينا هيكسب. هشارك معاكم على الصفحة حياة صحية لأولادنا، هحاول أشتغل على دماغهم والمنتاليتي بتاعتهم بنفس الطريقة اللي هم اشتغلوا بيها عشان يجذبوهم للغلط، بس أنا هجذبهم للصح بنفس الأسلوب، بالألوان الجذابة وبالحواديت والقصص ومعلومات صحية بشكل بسيط بدون تعقيد. بس كده أنا خلصت، طولت عليكم. ولو عجبتكم الفكرة هحط لكم لينك البيج تحت الفيديو، ما تنسوش تعملوا فولو وتبعتوا اللينك لكل الناس اللي عندهم أطفال بيعانوا من أمراض مزمنة، أو أمهاتهم بتعاني معاهم من إن هم مش عارفين يأكلوهم أكل هيلثي وبيحبوا الجونك فود والفاست فود والأن هيلثي سناكس، عشان أنا هحببهم في الأكل الهيلثي. أنا دكتورة هبة فتحي، أخصائي التغذية الإكلينيكية، تغذية الرياضيين ومدرب صحة، عاوزاكم تعيشوا حياة صحية بشكل بسيط ومن غير تعقيد.